السلام عليكم يا صباح السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة كده يومنا ان شاء الله حلو. هنعمل حلويات، هنعمل الجلاش الحلو. عمرك عملتي الجلاش الحلو وطلع معاكي طري من جوه ومقرمش من بره؟ يعني زي المحلات اقصد يعني. ان شاء الله النهاردة هقولك كده على شوية تكات هيطلع معاكي احسن من المحلات كمان. يلا بينا كده عشان نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. في البداية خالص عندي حلة كده واحط فيها مجين من السكر، وعليهم مج ونص من المية، وكمان عندي بقى كيس فانيليا. كيس الفانيليا هيديني ريحة حلوة طبعا للسيرب بتاعي. وعليهم بقى عصر كده نص ليمونة، وهرفعهم على النار. هيقعد طبعا على النار حوالي 5 دقايق كده يغلي لحد ما القوام يتقل معايا كويس قوي، وبعد كده هدخله الفريزر علشان يبرد معايا. تعالي بقى نعمل في البداية خالص كده في وصفتنا، هنعمل التشريبة بتاعة الجلاش بتاعي. عندي مج من الحليب، طبعا الحليب دافي شوية، ومعلقتين كده من السمن، وهقلبهم كويس قوي مع بعض كده. طبعا السمن هيدوب لان الحليب دافي فهيسيح لي السمنة شوية. وبعد كده عندي بقى لفة جلاش، اللفة دي حوالي نص كيلو يعني، بس انا مش هحتاجها كلها. يعني هشيل منها كده كام ورقة كده من الايه من الاواخر، واخد بس الورق المتساوي معايا زي ما انت شايفة كده. هشيل الورق ده واخلي بس المتساوي معايا. وبعد كده هجيب الصينيه اللي انا هعمل فيها الجلاش بتاعي واحطها فوق ورق الجلاش، طبعا علشان اقطع كده مقاس الصينيه بتاعتي بالظبط. وبعد ما اقطع بعد كده هبدأ ان انا اقسم بقى او اقطع كده داير ما يدور كده على قد الصينية بتاعتي بالظبط. خدوا بالكم الفارغ او الفوارغ اللي طالعة من الجلاش دي، البواقي دي عمري ما هرميها، ده انا هعمل بيها وصفة تانية وحلوة جدا برضه. يلا بينا بقى نجيب الصينية بتاعتنا كده ونبدأ نجهزها. عندي كده دهنة من السمن برضو، وابدأ ان انا احط بقى ورقتين ورقتين كده من الجلاش اللي انا لسه مقطعاه. طبعا زي ما انتوا شايفين بصوا جت بالظبط مقاس الصينيه بتاعتي اهو. هنحط ورقتين ورقتين كده، ونجيب بقى التشريبه اللي انا عملتها دي، الحليب والسمن، وابدا ان انا اشرب كده الجلاش، اشربها كويس قوي من بين كل ورقتين. ابدا ان انا احط التشريبه دي اهو زي ما انتوا شايفين كده. والتشريبة دي طبعا هي اللي هتخليه الجلاش يكون طري كده من جوه ومتشرب طبعا بالحليب والسمنة، هيبقى طعمه رائع يعني. اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا خدوا بالكم ان انا الورق اللي طلع عشوائي بتاع الجلاش انا هحطه في النص برضو، يعني هاخد جزء منه كده وابدا ان انا احطه في النص، واسيب ورقتين متساويتين كده في الاخر احطهم بقى على وش الايه الجلاش بتاعي، يعني علشان يعمل لي سمك شوية للصينية بتاعتي. اهو هجيب الورق اللي انا مقطعاه بصوا، هو ورق عشوائي يعني، هبدأ ان انا ايه ابدأ ان انا ارصه كده في نص الصينية. واهم حاجة ان انا احط عليه التشريبة. التشريبة برضو هتخليه يتماسك كده مع باقي الايه باقي الورق يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى برضو البواقي دي كده وابدأ ان انا احطها. مفيش حاجة عندنا بتترمي، كل حاجة بنستعملها. اهو زي ما انت شايفة كده، واحط برضو عليهم التشريبة. وبعد كده هجيب بقى الورق المتساوي اللي عندي وابدأ ان انا احطهم على وش الصينية كده لحد ما خلاص احس ان خلاص الصينيه بتاعتي استكفت والسمك بتاعها بقى كويس قوي ومناسب للصينيه يعني. وفي الاخر كده اهو جبت الورق المتساوي وهبدأ ان انا احطهم كده على وش الصينيه. هما كانوا حوالي 4 ورقات كده، اول اتنين حطيتهم اهم، وبعد كده اجيب اخر اتنين بقى كده، وبعد كده احط برضو على وشهم كده التشريبه برضو اهو زي ما انتوا شايفين كده. بس طبعا هجيب برضو دهنة سمنة كده حلوة علشان دي اخر ورقة، وهبدأ ان انا بقى ادهنها دهنة سمنة حلوة كده من على الوش. وبس كده خلاص خلصت معانا الصينية. تعالوا بقى نبدأ ان احنا نقسمها. عايزين نقسمها بشكل حلو كده، هنبدأ ان احنا من النص كده، احاول ان انا اوازن ايديا يعني، وابدأ ان انا ايه اقطعها من النص كده. عارفين تقطيع البيتزاية؟ احنا هنقطعها زي البيتزاية كده بالظبط. اهو هنقطعها الاول 4، وبعد كده ال4 هنخليهم 8 اهو زي ما انتوا شايفين. والتمانية برضو لو كبار قوي انا هقطعهم تاني علشان انا عايزاه يعني ياخد شكل كده، يعني تبقى القطعة زي المثلث كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بالراحة خالص لانه هو السمنة طبعا والحليب بيخليه ان هو يلزق معايا في السكينة يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا القطعة الكبيرة انا بحاول ان انا ايه اقطعها 2،
وبعد كده هنبدأ بقى كده ايه نعمل يعني زي التمانية، عارفين التمانية او السبعة اهو، نعمل سبعات كده زي ما انتوا شايفين كده بالتقطيعة، بتبقى بالشكل ده علشان تطلع معانا كأنها وردة، ويطلع معانا الشكل القطعة كأنها مثلث اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هقطعها كلها بنفس الطريقة دي كده، طبعا التقطيعه اللي انت تحبيها قطعيها بيها، بس انا قلت اعمل شكل شويه في الصينيه بتاعتي يعني. طبعا كده خلاص جهزت. تعالوا بقى ندخلها على الفرن على طول اهو، بسويها من الجوانب الاول وهدخلها على طول على الفرن، بس نمسح الجوانب بتاعه الصينيه بتاعتي كده بمنديل علشان مفيش اي حاجه تتحروق من الصينيه، يعني تبقى الصينيه نظيفه لما اطلعها من الفرن. دخلناها على الفرن، هتقعد حوالي نص ساعه كده. لو الفرن بتاعك فيه شواية، شغلي الشواية بعد حوالي تلت ساعة، هتاخد اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده روعة اللهم بارك. خدوا بالكم بقى ان الجلاش طبعا سخن والسيرب بتاعي ساقع لاني دخلته الفريزر، فطبعا برد معايا. ونبدأ ان احنا ننزل كده على الجلاش بتاعي. بصوا بقى الصوت بتاع الجلاش بتاعي عمال يتش اهو، طبعا لان بيحصل له صدمة لان هو سخن والسيرب بارد. والسيرب بتاعي بصوا مظبوط ومعتدل جدا وحلو جدا ومناسب لصينيه الجلاش التحفه اللي انتوا شايفينها دي. فعلا فعلا مش هنشتري جلاش من بره تاني لو عملنا بالطريقه دي، فعلا طريقه ناجحه جدا، والجلاش طعمه روعه فعلا، احلى من يعني اقولك ايه من اجدع فطاطري، حاجه روعه. طبعا هنسقيه الصينيه بتاعتي. طبعا هي مش هتاخد الصينيه دي صغيره شويه، مش هتاخد كل كميه السيرب اللي احنا عاملينه، فهيتفضل عندنا شويه برضو هنحتاجهم في صنف تاني من الحلويات يعني. كده خلاص سقينا الصينيه بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين، احلى صينيه بقلاوه عملناها ومكلفتناش اي حاجه. لفه الجلاش ب10 جنيه بس، والسكر كده كده عندنا، هتعملي احلى حلويات لولادك بتكلفه بسيطه جدا، حاجه في منتهى الروعه. طبعا انا ببدأ ان انا احرك الصينية كده علشان الجوانب تتشرب هي كمان من السيرب بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما اتأكد خلاص ان الصينية كلها اتشربت من السيرب بتاعي ده. كده خلاص الصينية بتاعتنا جهزت اللهم بارك. نسيبها بس انها تهدى شوية كده، واحاول ان انا اقطع لكم منها قطعة ونسمع بقى صوت القرمشة مع بعض، ونشوف قد ايه ان هو طري من جوه ومقرمش من بره. ودلوقتي هحاول ان انا اقطع لكم كده القطعه اللي قدامنا دي كده، طبعا بحاول ان انا اسلكها بالسكينه وبعد كده اشيلها واطلعها لكم اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا طبعا متشربه خالص زي ما انتوا شايفين، بصوا الطبقات عامله ازاي وباينه الطبقات بتاعه الجلاش بتاعي اللهم بارك. تعالوا بقى نقطع كده نسمع القرمشه، سامعين القرمشه بتاعه الجلاش؟ بصوا قد ايه طري من جوه اللهم بارك، وما شاء الله مورق وجميل اللهم بارك. فعلا فعلا انا اول مره اعمل جلاش وطلع ناجح بالطريقه دي. دي كانت وصفتنا النهارده في الجلاش الحلو، يا رب تكون عجبتكم. يا ريت بقى ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، واشوفكم على خير والسلام عليكم.